السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة هقول لكم ازاي نشغل غسالة توشيبا فول اوتوماتيك ال 12 كيلو. الغسالة دي من افضل الغسالات اللي تشتروها وانتم مطمنين. في ناس كتيرة اشتكت منها انها ما بتنظفش وانهم ندموا انهم اشتروها. انا هقول لكم ازاي نستخدم الغسالة صح، وازاي الغسالة تنظف وتلمع الغسيل. كل حاجة هشرحها لكم في الفيديو. لو اول مرة تشوفوا القناة بتاعتي ما تنسوش تشتركوا في القناة وتحطوا لايك للفيديو. الغسالة دي توشيبا فول اوتوماتيك ال 12 كيلو اللي بابها من فوق. انا مشترياها بقالي 8 سنين ما شاء الله، انا محافظة عليها زي ما انتوا شايفينها. هقول لكم دلوقتي ازاي نشغل الغسالة. عند الزرار ده في كلمة تشغيل وفي كلمة اون مكتوبة بالعربي وبالانجليزي، هضغط عليه هتنور معانا. وعند الزرار بتاع مستوى الماء هضغط عليه لحد المستوى الثالث بس. وعند الدقايق بتاعة الوقت بتاعة الغسيل لحد 12 دقيقة. وعند الفائض او التشطيف بتاع الغسيل لحد مرة واحدة بس، ممكن تستخدمه مرتين حسب ما انتوا عايزين. وعندي الدوران او الشطف بتاع الغسيل 9 دقايق. 9 دقايق ده بيخلي الغسيل ناشف معانا. وعندي كلمة اعتيادي يعني الغسيل بتاعه قليل، هضغط هنا على كلمة تشغيل. كده الغسالة اشتغلت معانا. اول ما شغلت الزر بتاعتها هنا اشتغلت معانا اهي ونزلت المية بتاعتها. لو الغسيل بتاعكم كتير يبقى هعمل ايقاف هنا الاول وهضغط على كلمة تشغيل وبعدين على كلمة الدورة، هيدينا غسيل تقيل. وبعدين هروح عند مستوى الماء او المية هنا لحد الاخر اللي هي 77 لتر. وعند الدقايق لحد 12 دقيقة. وعند الفائض بتاع الغسيل لحد مرة واحدة بس. وعند الشطف بتاع الغسيل عندي 9 دقايق. وهضغط على كلمة تشغيل. علشان احط الغسيل تقيل لازم المية بتاعتي تكون قد الغسيل. هنا طبعا علشان الغسيل بتاعه قليل خالص فانا هعمله على المستوى الثالث بتاع المية زي ما انتوا شايفين. وبرضه هعمله على غسيل تقيل او حسب ما انتوا عايزين. هقفل بس الاول وهشرح لكم حاجة تانية كمان. هنا هضغط على كلمة تشغيل وعندي هنا ساخن وبارد. هنا بيكون فيه خرطوم للمية الساقعة وخرطوم للمية السخنة. انا مستخدمة بس المية الساقعة علشان انتوا عارفين الجو حر دلوقتي. فلو عايزين المية السخنة هتضغطوا على ساخن، لو عايزين المية الباردة هتضغطوا على كلمة بارد زي ما انتوا عايزين. هعمل ايقاف بس الاول وبعدين هضغط على كلمة تشغيل. لو عايزين تغسلوا بطانية هنضغط على كلمة الدوران لحد ما نقف عند الزرار بتاع البطانية هنا اهو. كل حاجة متحددة قدامكم، مفيش بس غير ان احنا هنضغط على كلمة تشغيل وهتشتغل معانا اهو زي ما حضراتكم شايفين. ولو عايزين تعملوا تنظيف للحوض انا عملت لكم فيديو في القناة، اللي عايز يشوف يدخل يشوفه هيعجبكم بإذن الله. لو عايزين تنظيف للحوض هنضغط على كلمة تشغيل وبعدين على كلمة الدورة هفضل اضغط فيها لحد ما اروح عن تنظيف الحوض. وبعدين هضغط على كلمة تشغيل، هتفضل بقى تعبي مع نفسها لحد ما تصرف لوحدها. انا هرجع اشرح من الاول. اول حاجة بس هوقف الغسالة وبعدين هضغط على زرار كلمة تشغيل. وهنا الدورة حسب الغسيل بتاعنا، لو غسيل قليل هنختار اعتيادي، لو الغسيل كتير هنختار غسيل ثقيل. وبالنسبة لمستوى المية زي ما انا قلت لكم حسب الغسيل معاكم، لو الغسيل قليل هنختار 21 لتر، لو الغسيل قليل هنختار المستوى التاني حسب الغسيل معانا. وهنا هيبقى ثابت معانا لمدة 12 دقيقة مش هنغيره في اي غسيل عندنا. وبالنسبة للفائض بالنسبة للشطف لو عايزين شطف مرتين تمام، عايزين شطف مرة واحدة تمام زي ما انتوا عايزين. انا طبعا هعمل الشطف مرة واحدة بس. وهنا الدوران السريع على 9 دقايق برضو. وهنضغط كلمة تشغيل وهنسيب بقى الغسالة براحتها هتغسل وهتشطف وهتعصر لحد ما تخلص لوحدها. وبعد ما تخلص خالص في زرار هنا هتصفر لوحدها.
يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم. لو عجبكم فيديو النهارده ما تنسوش تشتركوا في القناه وتحطوا لايك للفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.